السلام عليكم. اليوم جيت نقدم لكم وصفة اللي تقدروا توجدوها في قهوة العصر، وهي وصفة المتقبة. وصفة تقليدية. ندوزو طريقة التحضير. هنا عندنا 3 كيلات تاع سميد مويا. ناخد ديك الكيلة تاع الكاس، تقدروا يعني تبدلوا الكيلة، تكبروها ولا تصغروها. لكل كاس تاع سميد مويا درت لهم غرفة كبيرة تاع فارينة، غرفة بومبي. تقدروا تعوضوا الفارينة بسميد رطب، يعني ديروا 3 مغارف سميد رطب. زدنا مغرفة صغيرة ولا مغرفة قهوة تاع الملح، نخلطو كلش. من بعد ندوزو الليدام. هنا خديت نص كيلة تاعي تاع الزيت ونص تاع مارغرين اللي كنت ذوبتها. نبداو نخلطو، ندخلو في هداك الليدام بيان سور، ونبسو السميد تاعنا باش نضمنو باللي قاع كل حبة سميد فيها ليدام. فوالا بعد ما بسستو نغطيه ونخليه يريح شوية حتى يشرب هداك ليدام. ومن بعد جبت كيلة تاعي اللي خلطتها نص ما ونص ما زهر، ونبدا نزيد بالآخر حتى تلملي العجينة. هنا بعد ما تتلم وتولي كيما راكم تشوفوا، نغطيها ونخليها تريح شوية كيما على بالكم السميد يشرب. بعد ما تريح نروح نشوف. هنا ما كملتش الكيلة تاعي، إذا لقيتها مليحة نخليها، وإذا لقيتها بلي نشفت نزيد نكمل هذاك الماء والمزهر. هنا زدت شوية، ما كملتش الكيلة، بقات لي منها شوية. فوالا بعد ما تلمت لي العجينة، هنا نحل العجينة ونقسمها. تحبوا تقسموها كيما بتقبة تاع زمان ولا بلامبورتو بياس كيما درت، ولا روحو نقليوها في الزيت لين نكون دايرتها على نار متوسطة. فوالا بعد ما تقلت لي، أنا تحبوا تاكلوها هكذا ولا تحبوا تعسلوها كيما راكم تشوفوا. يعني يا إما تكون متقبة سخونة وديروا لها السيرة تاعكم باردة، ولا تخلوها حتى تبرد وديروا لها السيرة باش ما تشرب لكمش بزاف نتوما، وعلى حسب كيفاش تحبوا تاكلوها. شوفوا كيفاش جات من الداخل مبسة وجات طرية، الله الله. وكي تزيدوا تخلوها تبات تولي ولا أروع.